تحت شعار بنيان وبحضور متميز من المسؤولين وكوكبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والممثلين عن قنصلية المملكة العربية السعودية في الإمارات، انطلقت بإمارة الشارقة فعالية الدورة 19 من مهرجان الفنون الإسلامية، وذلك تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. عودتنا إمارة الشارقة ومدينة الشارقة بعمل مهرجانات ومعارض فنون متعددة تركز في الغالب على الفنون والتراث الإسلامي، وما هو غريب على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يعني في هذا المجال، خاصة في الشارقة. ومثل المملكة في هذا المهرجان اللي هو مهرجان الفنون الإسلامية أكثر من عارض سعودي وفنانة سعودية. تشرفت بالسلام عليهم وتهنئتهم بما قاموا به في هذا المهرجان اللي حصل اليوم. ويضم مهرجان هذا العام 364 فعالية تشمل معارض ومحاضرات وورش عمل، تشارك أكثر من 20 مؤسسة في تنظيم بعضها. أما المعارض فيبلغ عددها 42 معرضا، معظمها في متحف الشارقة للفنون، حيث تحتضن فضاءاته 34 منها، وهي لفنانين من عدة دول بلغ عددها 21 دولة عربية وأجنبية، تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. هذه الدورة هي التاسعة عشر تحت شعار بنيان. احنا استضافينا ما يقارب 41 مشروع فني يمثل ويصور المهرجان من عدة دول وبأساليب متنوعة، مثل معارض الرسم والخزف والأعمال التركيبية والتصوير والفيديو. هاي السنة عندنا أيضا مشاريع خارجية تمثل البنيان الحقيقي، فنحن دمجنا البنيان من ناحية العمارة والبنيان الحقيقي على وجه الأرض هو الإنسان. وجه الضوء نحو الفنون الإسلامية بطريقة مختلفة. وصلوا لمرحلة حقيقي فيها نضج كبير جدا. قدروا يخرجوا الفنون الإسلامية من كونها نص بسيط إلى نص بصري قادر على الحديث وعلى التعايش في الحياة المعاصرة. هذا ويصل عدد الفنانين المشاركين في المهرجان إلى 64 فنانا يعرضون 232 عملا فنيا، كما تشتمل فعاليات المهرجان على لقاءات حوارية بين الجمهور والفنانين. للقناة الثقافية، عبد اللطيف بخوش، الشارقة.